يابا شلونكم؟ حتى نسوي بخاري تمن ولحم مدخن ايش راح نحتاج؟ بالبداية راح نجيب لنا ربع طن جزر، راح نشيل من عند الأطراف يمنى يسرى، وبعدين راح نقصه بالنص بهالشكل هذا. هسه راح نجيب لنا ماندلين، راح نخليها على هذه الزاوية، بعدين نبدي نبرش بيها الجزر كلياته بهالشكل هذا. ممتاز. جدر جبار راح نخليه على النار ونخلي بيه ربع طن زيت، خلوا كمية زينة لا تخافون. هسه يحمى زين راح نخلي بيه كمية الجزر مالتنا، نحمسها كل زين، وراح نشيلها ونخليها بكاسة، بس نصفيها كل زين من الزيت. بنفس الجدر مالتنا راح نجيب لنا شوية هواية كشمش ونخليه بيه تقليبه سريعة. بقى شو راح ينفش بهالطريقة هذه، راح نشيله ونخليه بالكاسة مالتنا بصف الجزر. أهم فقرة راح نجيب لنا نايلون نغلفهم كل زين حتى البخار اللي يطلع من عندهم يبقى يطبخهم ويبقون عندنا لينين. مهمة شيلها نخليه على صفحة. راح نجيب لنا بصلاية صغيرة، راح نقشرها ونثرمها بهالشكل هذا ونشيلها نخليها بالزيت مالتنا، ننطيها حمزة سريعة، شوية هواية ملح. هسه أهم شي راح نخلي فوقها ربع طن كمون، وهم نخلي وياها شوية هواية هيل كامل بدون ما نقشره. نحمسهم كل زين، تصير النكهة مالتنا تطلع تخبل. هنا عندنا لحم غنم بعظم، راح نشيله ونخليه فوق البصل مالتنا، وراح نخلي فوقها ربع طن فلفل اسود. راح نعطيه تقليبه سريعه ولازم نحمسه كل زين باع اللون هذا يخبل. راح نجيب لنا كم طماطايه، راح نقصهم بالشكل هذا ونشيلهم ونخليهم بالبلندر. نخلي فوقاهم شويه هوايه ثوم وشويه هوايه معجون. يابا اي خلينا ملح. راح نسد الباب ونشيلهم ونخليهم بالبلندر، نشغلها. ها شنو ما تشتغل، والكهرباء طفت مال هذا. اوكي هسه اشتغلت ممتاز. وراها نفتح الباب ونشيلهم ونخليهم فوق اللحم، ننطيهم حمسة سريعة ونخلي فوقهم شوية هواية مي بحيث نغطي اللحم مالتنا ونخليه ينطبخ إلى أن يستوي تماما، تقريبا ساعة إلى ساعتين. استوى اللحم مالتنا كل زين. هسه راح نخلي فوقها ربع طن تمن، وراها راح نخلي وياها شوية هواية مي، ننطي تقليبة سريعة ونذوق المي مالته. يراد شوية ملح، نحط له ملح نذوقه. بعد شوية آخر ربع طن، لازم الملوحة مالته تكون شوية أعلى من العادي. نغطيه ونخليه يطبخ تقريبا 10 دقائق. وراها راح نفتحه نخلي فوقها الجزر مالتنا والكشمش ونغطيه ونخليه يتهدر تقريبا نص ساعة، مهم كلش. وراها راح نشيله نخليه هنا، نجيب السموكر مالتنا راح نشيله نخلي بيه شيبس، وراح نحرقه وندخل الدخان داخل الجدر مالتنا ونغطيه ونخليه يشبع دخان. اذا ما عندكم تقدرون تستعملون فحماية وزيت تشتغل. بعد ما تهدر راح نفتح الغطا مالتنا، الريحة فشي يخبل. راح نشيل الكشمش والجزر نخليه بصفحة، وهسه راح نجيب صحن التقديم مالتنا ونخلي بيه التمن والترتيبات. ما شاء الله بعد التمن مالته نثري. نعدله نخلي فوقه الجزر والكشمش، ولا بخاري مالتنا صار جاهز. بسم الله صار وقت نجربه. نكهة الدخان فتشي والكمون والهيل كلش بارزة. خلينا نشوف اللحم ذايب. شكرا متابعة، ان شاء الله حبيتوا هالفيديو. في مان الله.